ما تيجوا نشوف الفيديو ده اشترينا ايه النهارده. اشترينا حبة حاجات كده عايزين نستعرضها مع بعض. يعني اول حاجة اشترينا بوردة الانفرتر دي هنشوفها مع بعض، دي اجمل حاجة اصلا في الفيديو ده، ونشوف بقية الحاجات والحاجات دي. بس كده. ايه بقى الحاجات دي؟ نبدأ بقى نشوفها. معانا هنا في ايه؟ هنا سلكين، ماشي. ومعانا هنا حبة مقاومات وترامل، ماشي برضو. ونخليهم على جنب كده مش محتاجينهم دلوقتي. ومعانا هنا ايه بقى؟ معانا هنا حبة حاجات، مديولين صوت اللي هم بتوع الميكروفون. طيب هنشوف بقى ايه الحاجات دي وممكن نستفيد بيها في ايه، وايه دي اصلا. طيب ده هنا مديول ميكروفون، يعني ده مش بيبقى ميكروفون قوي، يعني هو ما بيكونش مخصص للصوت قد ما هو مخصص يقيس الضوضاء وشدة الصوت بس. شغال ديجيتال وانالوج، ده شكله اهو. بيسمع الصوت من هنا، يطلع لك صوت انالوج وديجيتال. الاثنين ديجيتال يعني ايه؟ يعني لو الصوت عالي عن ليفل معين انت ظابطه بالمقاومه دي، يخرج لك اشاره. اقل من كده ما يخرجش الاشاره دي بس. لكن الانالوج ان هو كل ما يعلى يديك اشاره اكبر. ده الفكره بتاعته. طيب تمام. ده مديول الصوت اللي هو المايك. طيب معانا دي اسلاك احنا عارفينها طبعا، بتقفل وتفتح كده بنمسك بيها الحاجه، عارفينها يعني اسلاك عاديه. ومعانا دي مقاومات بقيم معينه اللي كنت محتاجها، ودي ترامل بتركب السلك من هنا عشان توصلها هنا في باور سبلاي او اي حاجه، ماشي. البورده دي بقى، دي اهم حاجه في الفيديو بتاع النهارده. طيب دي عباره عن ايه؟ دي اسمها بورده انفرتر. طيب ايه فايدتها؟ انا هشرحها دلوقتي باختصار عشان في فيديو تاني مخصوص ليها، عشان دي بورده مهمه جدا. طيب باختصار كده عشان نشوف البورده. البورده دي بكل بساطه باجي هنا بديها كهرباء بتكبرها لي. هتقول لي ايه ده؟ يعني ايه بتكبرها لي؟ يعني ايه الفايده؟ هقول لك استنى وهتشوف ايه فايدتها دلوقتي. بتكبرها لك يعني تقدر تشغل بيها شاحن موبايل، مروحه، لمبه، الحاجات دي كلها. طيب عايزين نشوف الكلام ده مع بعض. هنبدا بس نوصل البورده كده بالشكل ده مؤقتا بالاسلاك دي، ونشوف مع بعض اهي. بس كده. طيب نشوف مع بعض لو جبنا بطاريه زي دي اهي، وركبنا السالب اهو والموجب اهو. لو جبنا السلكتين دول اهم ووصلناهم على اللمبه بالشكل ده كده، واحده هنا اهي وواحده اهي، شايفين؟ نورت معانا. يعني انا كده كاني عملت كهرباء او باور بانك كهرباء، اللي هي الفيشه، كهربت الفيشه. هتقول لي ايه ده؟ يعني انا بالبورده دي اقدر اعمل الكلام ده؟ اه. تقدر تشحن الموبايل، تقدر تعمل حاجات كتيره قوي. طيب هتقول لي اللمبه دي ملعوب فيها او جواها حاجه؟ اللمبه دي اهي، بص ما فيهاش اي حاجه، لمبه عاديه 220 فولت. طيب هتقول لي طب انا استفيد ايه من البورده؟ اضطر اوصل كل التوصيلات دي؟ اقول لك بكل بساطه لا، مش تحتاج تعمل كل ده. هتحتاج، يعني بص كده، انت ممكن تقفلها في حاجه زي دي. ده مشترك انا كنت نزلت عنه فيديو، و يعني ده حاجه بسيطه اهو بفيشه. لو انا حطيت فيه اللمبه اهو بالشكل ده وهو مش متوصل اهو، اللمبه اهي، ودوست هنا هتنور. تقول لي ايه ده؟ دي اشتغلت. طب انت بتشحن البطاريه ازاي؟ بتشحنه ازاي الكلام ده كله؟ اقول لك بكل بساطه، مش عامل له سوكت شحن والقصه دي كلها، لا. طول ما انت حاطه في الفيشه وانت طافيه كده، اللمبه هتنور والمشترك كمان هيشحن. يعني بصوا كده اهو، اروح احطه في الفيشه، اللمبه نورت. اللمبه نورت معنى ان انا حطيته في فيشه، الحاجه هنا هتشتغل، وكمان هيبدا يشحن داخلي بكل حاجه ويشتغل عليه حمايه ان ما ينفعش ده يشتغل مع ده. طيب انت مشغل الكوبس هينور معاك عادي. طيب حطيت الفيشه وانت مشغل الكوبس، هيشتغل على كهرباء الفيشه ويتجاهل الكهرباء اللي جوه ويبدا يشحن. طيب شلت الفيشه وانت كمان دايس على الكوبس، النور هيفضل شغال كانك ما شلتش اي حاجه. فده جميل جدا. هنزل لكم برضو فيديو ازاي تصنع مشترك زي ده. كده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو وعايز ريفيوهات تانية وشرح لجزء معين او حاجه معينه، اكتب لي في الكومنتات. ولو عايز اي استفسار اكتب لي برضو. ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس، واستنوني الفيديو الجاي. سلام.